السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم قد ارتأيت أن أقدم لكم هذا الفيديو خاص باختبار الفصل الثالث لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي. إذا من السنة الدراسية 2023-2024. إذا هذا اقتراح، يعني اختبار مقترح، يعني في الفيسبوك، شائع في الفيسبوك. إذا أنا حاولت أني أقدم لكم الحل لهذا والطريقة التي تستطيعون بها، يعني كي نقولوا حنا شرح الاختبار للأطفال، يعني باش يفهموا أكثر، يعني كيفاش تراجعوا لهم. إذا طريقة مراجعة، يعني غادي نقدم لكم طريقة المراجعة مع الأطفال. إذا نبدأ. أولا ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم وينجح لكم وليداتكم. ديروا لنا جيم لهذا الفيديو، يعني باش الفيديو تاعنا يطلع ونقدم لكم الدروس. يعني غادي نتبع معكم الدروس من السنه الاولى الى السنه الخامسه ان شاء الله لكتب ربي. يعني ونزيد نقدم لكم اشياء اخرى. متى بكم ديروا لنا الجيم، تفعلوا لنا الجرس تاع الاشعارات، خاطرش ما راش يوصل للاشعارات. يعني الاشعارات ما مش يوصلوا للفيديوهات اللي راني نبارطاجيها، ما راش يوصل للاشعارات. اذا نبداو على بركه الله. اذا التمرين الاول: قارن بين كل عددين باستعمال الرمز أكبر أصغر وتساوي. إذا حنا الأطفال في الفصل الثالث عودناهم بزاف على كلمة أكبر وأصغر بالحروف. يعني أنا استعملت معهم الرموز أكيد، يعني دربتهم على الرموز. يعني الطفل تاعي راه يفهم معناتها هذه أكبر، يعني أكبر أصغر هي دائما الأكبر يكون مفتوح من جهة العدد الكبير. يعني إحنا نسموها البطة، البطة تفتح الفم تاعها من جهة العدد الكبير. إذا كيفاش غادي نقارنوا هنايا بين هاد العددين؟ يعني في كل مربع أو خانة توجد عددين للمقارنة. هنا لاحظوا بلي كاين عدد، إما أعداد أو مجموع عددين كي نستطيع المقارنة. إذا نبدأ. أول شيء لدينا 53 مع 58. يعني هنا رانا نستعملوا الرمز، ما نستعملوا الكتابة أكبر من ولا أصغر من. إذا نديروا ما يهمنيش، المهم أن العدد وين راه العدد الكبير. العدد الكبير هنايا راه 58. إذا الإشارة تجي مفتوحة من جهة العدد الأكبر، تجيه أسهل. ننتقل إلى التمرين هنا. إذا كيفاش غادي يحل هذا التمرين؟ إنه يستعمل إما اللوحة أو يستعمل راسه. يعني 20 زائد 9 يدير 20 في راسه 9. وحنا علمناه يعني أي عدد فيه صفر في الوحدات، يعني هذا العدد اللي نضيفوه هنايا نحطوه فوق الصفر. إذا تساوي 29 مع 92. إذا ما هو العدد الأكبر؟ إذا البطة أو فم البطة يجي مفتوح من الجهة اليمنى. ننتقل إلى الخانة الثالثة. إذا لدينا 14 زائد 8 كم تساوي 22. 15 زائد 7 تساوي 22. إذا كيف هما العددان؟ العددان متشابهان يعني متساوي. إذا نضع إشارة تساوي. ننتقل إلى التمرين الثاني: أنجز العمليات الحسابية التالية. إذا هنايا رانا نركزوا على عملية الجمع والطرح دون احتفاظ، دون استلاف أو استعارة. إذا نبدأ. 8 زائد 1، علموا التلميذ يدير وحدات عشرات وحدات عشرات باش ما يغلطش، لأن الوحدات يجمعها مع الوحدات، عشرات مع العشرات. إذا 8 زائد 1 تساوي 9. 5 زائد 3 تساوي 8. هنا دون احتفاظ. إذا هذا هو الكفاءة النهائية تاع تلاميذ السنة الأولى. إذا ننتقل إلى عملية الطرح. كيفاش نديرو؟ نديرو الوحدات العشرات، وحدات عشرات. إذا 5 ناقص 0، دائما حنايا نتجه منه، يعني كل عدد واحد تحت واحد أو واحد تحت واحد، يعني باش يتعلم ما يخلطش بين هذه وهذه ولا هذه وهذه. إذا دائما نعلمه هذه الطريقة، يعني يرتب الأعداد. 5 ناقص 0، إذا يستعمل الأصابع تاعو. 5 ناقص 0 إذا 5. 6 ناقص 4 تساوي 2. بزاف الأطفال يغلطوا هنايا. نعلمه بشوية بشوية، ندربه على استعمال الأصابع أو استعمال الخشيبات. إذا ننتقل إلى العملية الثالثة: 6 ناقص 4 تساوي 2. 4 ناقص 3 تساوي 1. وأكملنا التمرين هذا.
إذا ننتقل إلى التمرين الثالث اللي هو ترتيب الأيام الأسبوع. احنا أيام الأسبوع نبدأوها بالأحد، نعلمو التلميذ يبدأ بالأحد. إذا الأحد هو رقم 1، ثم الاثنين، الثلاثاء، يعني نبحثوا عن الاثنين. هنايا كاين خطأ، إذا الثلاثاء، إذا 3، الأربعاء 4، الخميس 5، الجمعة 6، السبت 7. إذا هناك خطأ مطبعي صححتها لكم. إذا لاحظوا جيدا التمرين الرابع. إذا هنا تمرين خاص بالهندسة. إذا عندي 4 أضلاع متقايسة. ما هو هذا الشكل؟ إذا هو المربع، لديه 4 أضلاع متقايسة. عندي 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين متقايسين. من أنا؟ إذا المستطيل. احنا عودنا التلميذ أنه يتعلم يعني الأشكال، يعرفهم، يعرف الأسامي تاعهم، ويعرف يكتبهم أيضا. ليس لي أضلاع ولا رؤوس. إذا من أنا؟ الدائرة. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. إذا قطفت مريم 16 زهرة، وقطف عماد 23 زهرة. ما هو عدد كل الكريات أو كل الزهرات؟ إذا ما هو عدد كل الزهرات؟ إذا لاحظوا جيدا، قطفت مريم 16 زهرة، إذا هذه اللي نركزوا عليها اللي هي حرف الواو. وقطف عماد 23 زهرة. إذا هنا كلمة ما تعني معناتها الجمع. إذا ما هو عدد كل الزهرات؟ إذا عدد كل الزهرات غادي تكون عملية أفقية. إذا هنا 16 زائد 23. إذا 23 غادي نقوموا بالعملية عمودية. إذا نبدأ 16 زائد 23. التلميذ يقوم بترتيب الأعداد. إذا 6 زائد 3 9، 1 زائد 2 3. إذا 39 يملأ الفراغ. إذا هذا هو حل الاختبار الخاص بتلاميذ السنة الأولى. ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس وديروا لنا الجيم. ربي يحفظكم وينجح لكم وليداتكم إن شاء الله. نزيد نقدم لكم فيديوهات أخرى إن شاء الله. يعني ماذا بكم تتبعوا معنا وتدعموني بالجيم، فقط الجيم. هذا ما نطلب منكم، الجيم، وتخلونا تعليق محفز إن شاء الله. وربي ينجح لكم وليداتكم ويجيكم الاختبارات ساهلين ماهلين، وكاع ولادكم ينجحوا إن شاء الله.